السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل البط بالبرتقال. ان شاء الله تتبيله هتبقى جميله جدا، تنفع لعزومات رمضان، للمواسم، كمان نقدر نقدمها كده في العيد. حاجه كده تشرفك قدام ضيوفك ويبقى طعمها جميل جدا جدا، والكل يسالك انت عاملاها ازاي من غير اي تتبيلات معقده ولا اي حاجه، بطريقه سهله وبسيطه جدا. هنعمل البط النهارده وهنقول ازاي يستوي معانا كده في اقل وقت ممكن، وازاي كمان نشتري البطايه بتاعتنا ونعرف البطايه دي حلوه ولا لا. بس لو انتوا لسه جديد في القناه بتاعتي واول مره تشوفوني، ما تنسوش تنزلوا على طول تشتركوا في القناه وتفعلوا كمان زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه كده انا عندي هنا البطايه، تقدر تجيبي البطايه بالحجم اللي يعجبك. طبعا انت بتجيبيها من عند الفراجري، او لو انت كمان مربياها في البيت بتنضفيها وتغسليها كويس جدا وتشيلي منها اي ريش او اي حاجه ممكن تكون موجوده فيها. بعد كده بقى بنعمل البطايه بتاعتنا دي محلول، علشان خاطر تبقى اللحمه بتاعتنا كده متطعمه من جوه ومن بره. وكمان المحلول ده بيساعد ان احنا نشيل الزفره منها، وكمان تخلي البطه بتاعتنا تستوي معانا بسرعه. عندي هنا طبق كبير فيه ميه عاديه خالص من الحنفيه، احط كده فيها معلقتين من الملح، واحط كمان نص معلقه صغيره من الجنزبيل البودر. لو انت ما عندكيش بودر وعندك فريش تقدري برضو تضيفيه، مفيش حاجه. واحط كمان ورقتين من اللور، وعندي هنا شريحتين كده من البرتقال وكمان الليمون. هبدا كده اقلب الملح لحد ما يبدا يدوب خالص كده معايا، وبعدين هبدا احط البطايه بتاعتي واسيبها بقى كده مع بعضها كده لحد ما تبدا تنزل اي زفره موجوده فيها. ممكن نعملها من قبلها بليله، او ممكن كمان نعملها كده ونسيبها ساعتين 3 في الميه ديت، وبعدين نغسلها كده ونشطفها، وبعدين نبدا نستخدمها على طول. عندي هنا بقى كده بوله كبيره، عندي هنا برتقانه متقطعه مكعبات صغيره بقشرها كده عاديه خالص، يعني انا غسلتها وقطعتها بقشرها. وعندي كمان بصلايه مقطعها صغير، وكمان جزرايه. مش هحط بقى ولا صويا صوص ولا اي حاجه من دي خالص، عشان الناس اللي ما بيبقاش عندها الحاجات ديت، ولا صويا صوص ولا مستردة ولا الكلام ده. نعمل تتبيله بسيطه جدا بالامكانيات اللي موجوده عندنا. حطيت هنا جنزبيل، وحطيت كمان فلفل اسود، وحطيت كمان السبع بهارات، وهضيف كمان الملح. ضيف معلقه كده كبيره من الملح، وهبدا اقلب المكونات بتاعتي كلها مع بعضها. طبعًا البرتقانة كده لمّا ادعكها كده بالبصل وكمان بالجزر كده بإيديّا وبالملح، هتبدأ تنزّل السوايل اللي فيها. عندي هنا بقى صينية كده فيها بوكيه جرنيه طماطم وجزر وبصل، وكمان ورق لورا، وكمان شرايح من البرتقان. في ناس هتقول لِك البرتقان ده بيخلّي البط مسكّر، أقول لِك والله أبدًا ما بيخلّيه مسكّر، بيدّي له طعم جميل جدًا، بتحسّي إن أنتِ بتاكلي بطاية في أفخم المحلات أو المطاعم. وبيدّيها طعم جميل كده مميز جدًا. عندي بقى التتبيلة اللي أنا عملتها ديّة، هابدأ بقى دلوقتي أمسك كده التتبيلة ديّة، وأعمل البطاية كده مساج من كل حتّة موجودة فيها، وأحط في الحشوة بتاعتي من جوّه كده ومن عند الجلد ومن كل مكان، علشان خاطر تبدأ تتطعم معايا. وطبعًا الخضار بتاعنا ده لمّا بيستوي بيبقى طعمه جميل جدًا، ونقدر نقدّمه مع البطة وكمان ناكله، ما فيش أي مشكلة خالص. عندِك حل من 2، لا إما أنتِ تحطّي البطة دي في الصينية كده وتدخّليها الفرن، يا إما تلفّيها بورق ألمونيوم وكمان تحطّيها على وش البوتاجاز من فوق. ما فيش مشكلة خالص، اللي ما عندهاش الفرن شغال تسويها كده، تلفيها في ورق ألمونيوم وتحطيها على البوتاجاز من فوق، إن شاء الله هتستوي. لكل كيلو من البط بياخد حوالي ساعة. يعني مثلًا لو أنتِ عندِك البطاية ديّة 2 كيلو أو 3 كيلو، هتاخد منها حوالي ساعة أو ساعتين ونُص، على حسب كمان عمر البطة. يعني لو عمر البطة صغير، مش جايباها كبيرة أوي كده من على السطح بقى لها 3 سنين والّا حاجة، يعني مثلًا لو بقى لها 5، 6 شهور أو كده، مش هتاخد معاكِ أكتر من ساعتين 2، وهتبقى استوت وجميلة وزي الفل. علشان خاطر بقى نخلّي البطة بتاعتنا تستوي بسرعة، أنا عندي هنا لتر من المَيّة المغلية، هابدأ كده أضيفه على البطة بتاعتنا، وكمان أقل من اللتر. وبعدين هاجيب ورق كده ألمونيوم زي ما أنتم شايفين، وهاغلف البطة كويس جدًا، جدًا، وأدخّلها في الفرن بتاعي. أول ما تستوي كده معايا، طبعًا زي ما قُلت لكم، لو البطة حجمها كبير أوي وكمان
يعني مش صغيرة في السن، هتاخد وقت طويل شوية مثلًا ساعة في كل كيلو، لو هي شامورتا تاخد حوالي نُص ساعة بس، لإن البط الشامورتا ما بياخدش معايا تسوية كتير. هاسيبها كده لحد أمّا أتأكد إنها استوت، أدخّل كده خلة سنين أو شوكة ألاقيها ما خرّجتش مَيّة كده من البط بتاعتي، أو أبدأ أحط فيها صباعي كده ألاقيه بيغرز معايا، تبقى هي كده البطة استوت. هاشيل من عليها ورق الفويل وبعدين أولّع الشواية، هتتحمّر معايا وتبقى تحفة جدًا. طيب لو أنا بقى الشواية بتاعتي مش شغالة، هاحطها فوق برضه تستوي زي ما هي كده أول 10 دقايق على نار عالية، وبعد كده هاخلّيها على نار مايلة للوسط واسيبها أول ما تتحمر أطلّعها كده من الصينية ومن الشوربة اللي موجودة فيها، وبعدين أحمّرها كده في صينية كبيرة كده على النار بمعلقة سمنة على زيت، تطلع معايا بالجمال اللي أنتم شايفينه ده. حتة اللحمة اللي موجودة في البطية من جوّه كده من الصدر أو من الورك أو من أي مكان، متطعّمة بطعم الخضار والحشوة اللي إحنا عملناها. وكمان أنا اتعمدت النهارده أعمل حشوة سهلة وبسيطة ما فيهاش أي مواد حاجات ما تكونش موجودة عندنا soya sauce أو مستردة أو عسل كلوكوز، أي حاجة مش موجودة عندنا، عملتها بتتبيلة سهلة. قطعة اللحمة زي ما أنتم شايفينها جميلة جدًا كده وبتستوي وطالعة بكل سهولة. احفظوا بقى الفيديو ده عندكم واعتمدوه كده لعزومات رمضان أو للمواسم وكمان للعيد، وتجربوا الطريقة دي إن شاء الله هتعجبكم. ولو عجبتكم الطريقة ما تبخلوش على أختكم كده بلايك كده من قلبكم لإخواتنا الفلسطينيين، إن ربنا ينصرهم يا رب ويرجع لهم أرضهم ردا جميلا. والسلام عليكم.